كاملا عليه لكي يعود للمناسبة العائلية بأقرب وقت وكذلك الموعد، ونشكره في هذه المناسبة على هذا التعب في سبيل المرتين. فشكرا لك أخ حسن، ولك الكلمة في المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين، الأخ المفتي الإقليمي للحزب الأستاذ سي أمين الجيد، الأخ كاتب الفرع مغرب سي مؤمن غالي، الأخ المجاهد تاع الإسلام الشعبوي، الأخ المجاهد سي سيدي، الأخ كاتب إقليم الاتحاد العام الشغالين سي العلوي، الأخوة في الشباب الاستقلالية، الأخوة في المرأة الاستقلالية، الأخ الأول المرأة الاستقلالية، الإخوة في المكتب الإقليمي للحزب. إخواني، في البداية ضروري أشكر كذلك الأخوين اللذان سهرا على جمع هذا الشمل في إقليمي طنجة، وهما الأخوين نائب قائد جهة سي مصطفى بن، وكذلك الأخ سي العربي العشيري. كذلك لا تفوتني أن أشكر الإخوان في مكاتب الشباب الاستقلالية الذين سهروا إلى جانب أخوينا من أجل جمع الشباب الحركة الكشفية. كما قال الأخت هدى أنه وصول بنا 10 سنة لم تكن بسهلة، ولكن نظرا لظروف شرحتها في اجتماع السابق كانت تكون حاجزا على إقدامنا على الدخول إلى منطقة طنجة. وبهذه المناسبة لابد أن أحيي أستاذي وقائدي الأستاذ الكبير والمجاهد السي عبد السلام العشيري، الذي كانت يده بيضاء على جميع المناضلين في الحزب وكذا في الكشفية من أجل تربيتنا، وله الفضل كذلك على تكويننا، وأصبحنا نتكلم من العدم، أصبحنا نتكلم. فلا تكفينا الشكر، لا بل الدعاء له بالشفاء العاجل إن شاء الله وطبعا. كذلك لا تفوتني في الفرصة أن أشكر قدماء الشابة الذين يوجدون معنا من القرب وبعض الآخرين الذي لم أتذكر أسمائهم نظرا لطول الفترة كما قال الأخوان. في الواقع أنه التزامنا مع طنجة، لأن طنجة دائما كانت هي المشعل في الجهة، وبدون طنجة لا يمكن العجلة الكشفية أن تتحرك، وهذا ما لمسناه رغم وجود فروع في القصر الكبير والعائلة والمصيرة. العجلة لا تتحرك في كما نقول بالقدر الممكن الذي يمكن أن تحرك الجهاز، ولكن الفضل يرجع لكم أنتم بدعمكم وبمجهودات التي قمتم بها معنا من أجل تحريك هذه الحركة الكشفية. وفي الواقع احنا نقولوا الحركة الكشفية أننا تنتميزوا على الجمعيات الأخرى. ملي تنقولوا الحركة الكشفية راه ملي تنشوفوا المناصب العليا في المغرب ما كاينش شي إطار وطني اللي في شي منصب عالي ما مرشي بالكشفية، وهذا كان الشأن حتى بالنسبة للملك ديالنا محمد سيف نصر الله اللي تا هو مر من الحركة الحسن الثاني رحمه الله، كان له عطف كبير على الحركة الكشفية، وكان جميع الأمراء تقريبا أنهم مروا من الحركة. فالحركة لها دور كبير، خصوصا إذا علمنا أنها حركة تطوعية، يعني هذا الميزان. يعني تنشوفوا الآن الجمعيات اللي موجودة داخل الوطن، واحد العدد الجمعيات اللي تتسعى الكسب واحد الشيء من أجل المصلحة، ولكن ملي تنرجعوا تنشوفوا الحركة الكشفية ديالنا والأصول ديال القوات أن جميع الكشافة ديالنا هم متطوعين. حتى في الناحية ديال التدريب جميع الأطر ديالنا إذا كانوا صحيتية متعودات أن جميع الأطر ديالنا تيمشوا بإمكانيات خاصة. هذا الجو العام ديال الحركة الكشفية والتربية الوطنية اللي تربينا عليها وصلنا نعرفوا حنا حركة كشفية حركة تطوعية تجعل منا أنه نكونوا واحد الأسرة، أنه هنا العلاقات الإنسانية اللي كاينة داخل الحركة هي تتميز على الحركة، وهذه الحركة نظرا للتركيبة ديالها الأولى
يعني كما تنعرفوا الاخوان مشكورين في اللجنه التطبيعيه واحد ورقه من بعد ما يمكنش نطلعكم على كل شيء، ولكن غير واحد الاشارات خفيفه باش نمروا. ان الحركه الكشفيه نشات عن طريق واحد اللوغ اللي هو ينجز الاصل في عمل خيري في واحد المنطقه اللي هو خارج من افريقيا، مساعده الجرحى ديال القوم. اذا هي الانطلاقه ديالها هي انطلاقه انسانيه، اذا تدل ان ماشي انطلاقه اصلاحيه ولا انطلاقه من اجل الكسب ولا شيء. هذا انطلاقه لجميع المتشبثين بالحركه، هم ناس تيمارسوا المسائل الاجتماعيه، تيمارسوا كل ما هو ممكن المساعده. وبهذا المنطلق سنتمنى انه نسترجعوا القيمه ديالنا، لان واحد العدد الجمعيات تعمل الان اجتماعي ولكن داخل فيها شويه السياسه. هنايا رغم اننا قرابين من الاستقلال بكثير، ولكن العمل الاجتماعي ديالنا والمساعده الحق هو الهدف الاسمى ديالنا. يعني اننا حنا الانطلاقه ديالنا هو مساعده الحق، انه العمل ديالنا هو العمل الاجتماعي. بطبيعه الحال يصفوا العمل الاجتماعي راه فيه واحد العدد من البوابات اللي تنطبقوا، ماشي انه هو الهدف ديالنا. وهاد الحركه الكشفيه كان عندها ثلاث منطلقات، ثلاثه ديال المبادئ الاساسيه. المنطلق الاول هو القيام بالواجب نحو الله، القيام هو انه ثانيا القيام بالواجب نحو الاخرين والمساعده لهم، ثم القيام بالواجب نحو الذات، انه كما نقول الذات هو ان دائما ان الكشاف طاهر في افكاره واحواله واعماله. يعني دائما الفكر ديال الكشاف عمره ما كيمشي قدام. بهذه المناسبه انه كذلك كما طلبت الاخت انه الاخت هدى الدعم ديال الاخرين، كذلك تطلب هذا الكشافه انه الدعم ديال الاخوان اللي مسؤولين عندنا المفتشين ولا التصفر ولا الاتحاد ولا الشيء، الدعم كذلك التجرد للآن، لأن الآن ما موجوداش عندنا في التشكيل، لأننا كنتجردوا واحد العدد ديال الأمور لأن يتقولوا الوجه نحو الله والآخرين، لأن واحد التجرد الإنسان تقدر ديالو عارف. إذا هنا تقدر ديالو عارف. إذا هنا نقول كذلك الإخوان في الشرقة والإخوان في هذه المصالح الفراعين اللي في الواقع أنهم مشكورين أنه من خلال الاتصال مع السي مصطفى والرئاسه العربيه انه كان واحد المجهود كبير اللي تم وباقي خصو يكون، لان واحد العدد ديال الاخوان ديالنا اللي ما تذكرناش معهم، خصوصا ما طنجه كان عندنا واحد الاشاعه كبير كما قال السي العربيه انه خلقت واحد مجموعه الاسماء كبيره، وهذه الاسماء الكبيره اللي ما ينساهاش التاريخ، السي الحمامي، السي مصباحي، السي العشيري، واحد المجموعه ديال الناس اللي هما اهرام ديال التشفيه في الوطن وفي الخارج، لان الناس هذو ما تيمكنش انه. لهذا حنا كما قلت مره اخرى حنا مستقبلا كقياده عامه غادي نعملوا واحد النشاط كبير داخل طنجه اللي من خلاله غنكرموا هاد الناس اللي تيستحقوا واحد التكريم خاص، لانهم عطاو ربما ما تتبانش سهوله الاسماء اللي كونوا، ولكن كما قلت واحد المجموعه الاسماء اللي هي كبيره وكبيره في اللي تكون. حنا تنتلاقوا مع مجموعه الاخوان ديالنا غير ديال الجيل ديالنا، كاين اللي جيل قبل منا مثلا واللي ناس اللي وصلت مناصب عليا واللي اعطت ونفس. ولهذا القياده العامه غادي يكون عندها نشاط مقبل ان شاء الله في مدينه طنجه باش غادي نكرموا هاد الناس وباش نكونوا قدوه الناس اللي غادي نسلموا المشعل باش يبقاو يعطيو الاعتبار الناس اللي قدموا ووصلوا واحد الخير لهذه المنظمه والساكنه ديال مدينه طنجه. اذا اعتذر اخواني لكم طولت، ولكن اللي تنبغي نذكر هو انه تكون هذه الانطلاقه كما قلت ديال الخطوط ديال 12 سنه، انطلاقه ان شاء الله مباركه بالفضل ديالكم، لان تنشوف وجوه طيبه وكذلك الاخوان النيه الحسنه، كذلك الاخوان ديالنا ديال الحزب اللي هما ما غاديش يدخلوا علينا، ما كنعرف السي الامين ولا السي منير ولا السي عبد السلام الاربعين ولا السي السعيدي ولا السي عبد السلام الشعباوي ولا السي الكريمي ولا السي العلاوي ولا الاخوان اللي مسؤولين عندنا، وكذلك الشبيبه والمراه ما غاديش يدخلوا علينا. تنتمنى انها تكون واحد الانطلاقه مباركه وتكون واحد الانطلاقه اللي تعطي مدينه طنجه واحد الاشاعه ديالها اللي كانت عليه قبل واللي تستحقوا، وتنتمنى لكم التوفيق وشكرا لكم. القائد حسن
التعليق على هذه الكلمة التوجيهية. وبالمناسبة غيكون تدريب جهوي إن شاء الله في الوطنة المقبلة، وكاين واحد المجموعة الوجوه الآن بإدارة إعداد هذا الظروف السوق. وبالتالي كل الشباب الذين يحضرون اليوم ويرغبون في التسجيل كاين واحد السيمانة ديال القراءة من أجل المشاركة في هذا التدريب الجهوي الذي سيكون في العطلة إن شاء الله العطلة المقبلة. الإخوان في اللجنة التحريرية طبعا الشغل دائما في التأسيس يكون